السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على حاجة مهمة جدا في سيستم اماديوس، وهي جدول الرحلات. ازاي ندخل على السيستم رحلة وازاي نعرض جدول الرحلات. يلا بينا نتعرف. طبعا جدول الرحلات هي خطوة من الخطوات المهمة اللي بنحتاجها عشان نقدر نحجز رحلة. أولا لازم نتعرف على عناصر مهمة اللي بنحتاج نعرفها في الرحلات المتاحة. أول حاجة معانا هي شركة الطيران، ورقم الرحلة، ووقت الإقلاع ووقت الوصول، ونوع الطيارة، وعدد المقاعد المتاحة في الدرجة، والدرجات المتاحة في الطيارة. كل الحاجات دي بنعرفها من خلال جدول الرحلات. الكلام ده بيكون قبل التسعير أو بعد التسعير، مش هتفرق يعني. زي ما انت كموظف حجز طيران بتستخدم تسعير في الأول أو في الآخر. ثانيا أو تاني حاجة معانا هي صيغة الأمر أو صيغة الكود اللي بنستخدمها في إظهار أو عرض جدول الرحلات. أول حاجة معانا هو كود ثابت اللي هو ال AN، زائد تاريخ الرحلة، بعد كده مطار المغادرة ومطار الوصول. وتعالوا نشوف مثال هيوضح كل ده. عندنا هنا رحلة يوم 25 مارس، هي بتتكتب زي ما انتوا شايفينها قدامكم كده بالظبط AN 25 مارس. ال CEI ده مطار الإقلاع، وهنا القاهرة، مطار القاهرة. ال IST ده مطار الوصول، ودوت بيكون مطار اسطنبول. لاحظوا معايا حاجة هنا، إن كل الأمر كله لازق في بعضه، مفيش فواصل. ما ينفعش نهائي تعمل فواصل في سيستم أماديوس، الأمر بتاعك مش هيكون مظبوط. الشرح هنا بيتكلم على ال AN، بيكون هنا الرحلات المتاحة، وال 25 مارس ده التاريخ، وال CEI كود مطار الإقلاع وهو مطار القاهرة، وال IST اللي هو اسطنبول ايربورت وهو مطار اسطنبول مطار الوصول. الحاجات اللي بتظهر لك بعد ما تدخل الكود دوت هو شركة طيران، ورقم الرحلة، ورقم الإقلاع، ورقم الوصول، ومدة الرحلة، ودرجة الكابينة أو درجة الحجز، سواء بقى economy business first class، الحاجات دي كلها. ده بيكون شكل الجدول. ال MS هنا أو الكود اللي ظاهر قدامك دوت بيكون كود الطيارة أو رقم الطيارة. ال MS مصر للطيران 737. وهنا مطار الإقلاع ومطار الوصول وميعاد الإقلاع وميعاد الوصول ودرجة الرحلة. ده بيكون شكل جدول الرحلات. أهم حاجة معانا بقى لازم نكتب كود المطار صح، والتاريخ باليوم، والشهر بالحروف، التاريخ بالأرقام، واليوم بالأرقام، والشهر بالحروف. هو بيكون اختصارات. طبعا الرحلة بتظهر في التوقيت المحلي لمطار الإقلاع. ده شرح مبسط لجدول الرحلات، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وسؤال النهاردة تكتبوا لنا في الكومنتات: رحلة من القاهرة لدبي يوم 10 إبريل. حاولوا كده تكتبوا
كود الرحلة دي. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب، عاملين يا رب تكونوا بخير. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن جدول الرحلات وازاي نفتح جدول الرحلات، وعرفنا كل حاجة عن جدول الرحلات. النهاردة هنتكلم عن ازاي تختار المقعد ودرجة الرحلة. أول حاجة، ده صيغة الأمر اللي بيكون مكتوب بيها الكود بتاع سحب المقاعد. ال SS1 Y1. تعالوا نتعرف عليهم واحدة واحدة. ال SS ده كود ثابت، وهو بيتكلم عن بيع المقاعد، ان احنا خلاص يعني فتحنا جدول رحلات وهنسحب مقاعد. ال1 دوت عدد المقاعد اللي احنا عايزين ناخدها. احنا ممكن نغير الواحد ده ونخليه 6 10 زي ما احنا عايزين. اما الواي فبكل بساطة هو درجة الرحلة، سواء ايكونومي او بيزنس كلاس او حاجات كتير يعني هنتعرف عليهم بعدين. احنا الرحلة اللي معانا هنا او الكابينة اللي احنا حاجزين فيها هنا اقتصادية، ورقم 1 الأخير ده بيكون اللاين أو السطر رقم الرحلة. رقم الرحلة في جدول الرحلات، مش رقم الرحلة في المطلق، لأ، هو رقم الرحلة في جدول الرحلات. يعني ايه؟ يعني عندنا هنا مثلا دي رحلة ودي رحلة، فاحنا اخترنا كرسي واحد درجة اقتصادية من الرحلة رقم 1. ممكن نختار رحلة رقم 2، رقم 5، رقم 4 كده. يعني ممكن نشرحها بطريقة تانية. عندنا هنا مثلا راكبين في الرحلة رقم 2 ونفس الدرجة الاقتصادية. احنا ممكن نغير السي دي نخليها بي بيزنس، ممكن نخليها أي حاجة تانية، بس لازم نتأكد من حاجات مهمة جدا. لازم نتأكد إن إن الرحلة دي متاح فيها الدرجة اللي احنا عايزينها، وإن الدرجة اللي احنا عايزينها متاح فيها كراسي أصلا. بنعرف ده ازاي؟ بيكون موجود في الجدول، في جدول الرحلات. بنعرف إذا كانت الدرجة دي فيها، لو مثلا الواي دي جنبها رقم 9، رقم 9 دوت معناه إن فيه هنا مقاعد. طيب ولو مفيش، ممكن الدرجة متظهرش أو تظهر ويبقى أقل من 9. لو أقل من 9 أعرف إن هي، يعني حتى لو هي 7 أعرف إن هي أقل من 7. ممكن تكون كرسي واحد اللي فاضل والسيستم يكتب لك 7 أو 8، بس طول ما هي 9 يبقى الكابينة أو الدرجة دي فيها كراسي كتير، يعني ممكن 11 12 كده يعني. طبعا الملاحظات دي اللي أنا لسه قايل عليها. وطبعا تأكد من رقم الرحلة، يعني اللي هو ده 1 أو 2. خلاص انت استقريت على دي فهتختار الرقم دوت. وتأكد برضو ان الدرجة اللي انت عايزها، يعني مثلا لو جالك مثلا عميل عايز يحجز على الدرجة الاقتصادية، فانت تتأكد ان الطيارة دي او الرحلة دي متاح فيها درجة اقتصادية او بيزنس كلاس او فاحنا بنتأكد ازاي؟ الحرف ده موجود يبقى الرحلة دي فيها اقتصادي. طب لو مش موجود يبقى مش متاح الرحلة. ممكن عميل يدخل يقول لك أنا عايز بيزنس كلاس، وأنت تدخل وتفتح جدول رحلات تبص ما تلاقيش بيزنس كلاس، فاضطر إن أنت تشوف ميعاد تاني أو رحلة تانية. طيب احنا الحلقة اللي فاتت أو الفيديوهات اللي فاتت تعرفنا ازاي نفتح جدول رحلات وازاي نختار رحلة مباشرة من إلى وعرفنا ازاي نكتب
الكود الخاص بيها. طيب لو ما لقيتش في الرحلة دي، ممكن تقول للعميل والله احنا ممكن نختار يوم تاني أبعد شوية، نشوف إذا كانت الدرجة اللي أنت عايزها موجودة أو عدد الكراسي اللي أنت عايزه موجود أو لأ. طيب هو عرض بيع وشراء، يعني عملية بيع وشراء، أنت بتعرض على العميل وهو اللي بيختار في الآخر يعني. ده فيديو بسيط، أتمنى تكونوا فهمتوه ويكون وصل لكم إن شاء الله. الفيديوهات الجاية هنشرح أكتر إزاي نضيف بيانات العميل، رقم التليفون وكده يعني. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا في نظام أماديوس، وهو البنر أو ملف الحجز. ملف الحجز دوت بيتكون من جميع بيانات المسافر، من اسم ورقم موبايل ورقم جواز ومجموعة تفاصيل عن التذكرة. تعالوا نعرف مكونات البنر باختصار. أول حاجة بيتكون منها هو اسم الراكب، ولازم طبعا كموظف حجز طيران تتأكد من اسم الراكب صحيح. تعالوا نتعلم نكتب اسم الراكب ازاي. ال NM دوت النيم اللي هو كود ثابت، 1 ده رقم المسافر اللي على التذكرة، أو يعني ترتيبه في التيكت لو التيكت فيها أكتر من واحد. الاسم هنا بقى فيه نقطة، احنا ما بنكتبش اسم المسافر، ده مش اسم المسافر، ده اسم الجيت. بعد كده بنكتب الاسم سلاش وبعد كده اسم المسافر والمستر في الآخر. وطبعا بيتكون من خط سير الرحلة، من تاريخ سفر بقى ومطار الإقلاع ومطار الوصول. دي ملهاش لازمة خالص هنا، يعني النقطة دي ما تركزوش فيها، دي لكنها مش موجودة. طبعا رقم التواصل برضو. تعالوا نتعلم نكتب رقم التواصل ازاي. بيبقى الاي بي كود ثابت برضو، ورقم التليفون على طول. الكود دوت بيعرف النظام ان دوت رقم التليفون. ومدة التيكت، مدة التيكت دوت بيبقى ايه، عبارة عن ان التيكت دي انت ساحبها هولد ولا مؤكدة. لو ساحبها هولد بتكتب الكود ده TKTL. طيب لو هي رحلة مؤكدة ما بنكتبش كده، بنكتب TK OK. يعني كده انت أكدت الحجز بتاع التذكرة دي. طيب دول حاجات كاملة برضو، دي الاختصار ده ملهوش أي لازمة هنا فهنشيله. دي كل الحاجات اللي بنضيفها، أو مش كل يعني، في حاجات تانية زي الباسبور، ولو في خدمات برضو بنضيفها في ملف الحجز. طيب ملف الحجز عندنا هنا مكون من أول حاجة اسم الراكب، تاني حاجة رقم التليفون، ممكن نضيف الجنسية ودي برضو هتضاف مع الجواز، ليها برضو كود ثابت ومجموعة أرقام كده. وبعد كده التايم بتاع التيكت اللي هو TKTL. طبعا لازم نتأكد من اسم الراكب، ودي حاجة مهمة جدا. ولازم برضو نتأكد من مدة التيكت، يعني في شركات طيران بتتاح انك تاخد التيكت هولد 24 ساعة، وفي شركات تانية لأ،
يعني اخرك الساعة 12، فبالتالي بينزل غرامة عليك يعني. ما ينفعش تاخد التيكت هولد اكتر من كده. وطبعا لازم تتأكد من رقم التليفون. ده باختصار البنر اللي هو passenger name record. أتمنى تكونوا فهمتوا ملف البنر متكون من ايه، ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وتكتبوا لنا كل أسئلتكم في الكومنتات وهنرد عليكم.